في ناس بتقبض آلاف الدولارات من التيك توك، وفي ناس بتنزل فيديوهات كل يوم وما بتكسبش جنيه. ناس بتقولك التيك توك منجم فلوس، وناس تانية بتقولك كله وهم. طب الحقيقة فين؟ هل فعلا ممكن تكسب من التيك توك؟ ولو ليه في ناس بتكسب من المشاهدات نفسها وانت ممكن توصل لملايين المشاهدات وما تشوفش ولا دولار؟ ركز معايا كويس، لأن الفيديو ده ممكن يوفر عليك وقت كتير من اللف والدوران. أهلا بيك في قناة ابدأ صح، القناة اللي هدفها إنك تفهم الربح من الإنترنت بشكل عملي وبسيط. وقبل ما نبدأ، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في الفيديو ده هنتكلم بصراحة عن الربح من التيك توك. إيه الطرق الحقيقية اللي الناس بتكسب منها؟ هل فعلا في ربح من المشاهدات؟ الدول اللي بتكسب من المشاهدات دي؟ وإزاي ممكن تستغل التيك توك كمصدر زوار يجيب لك فلوس حتى لو بلدك مش مدعومة؟ خليك فاهم حاجة من الأول. التيك توك دلوقتي واحد من أقوى مصادر الزوار في العالم، يعني فيديو واحد ممكن يوصل لمئات الآلاف من الناس في وقت قصير جدا، وده رقم كان زمان صعب توصل له بسهولة على أي منصة تانية. لكن المشكلة إن ناس كتير فاهمة التيك توك غلط، فاكرين إن أول ما الفيديوهات تجيب مشاهدات الفلوس هتنزل لوحدها. لكن الحقيقة إن الربح من التيك توك مش طريق واحد، في كذا طريقة. أول طريقة والناس كلها بتسأل عنها هي الربح من المشاهدات. البرنامج ده اسمه Creator Rewards Program. ببساطة التيك توك بيدفع فلوس مقابل المشاهدات على الفيديوهات الطويلة شوية. لكن هنا التركاية اللي ناس كتير ما تعرفهاش، البرنامج ده مش متاح في كل الدول، يعني ممكن تعمل مليون مشاهدة وما تاخدش ولا دولار. الربح من المشاهدات متاح حاليا في دول زي الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، أسبانيا، كندا، أستراليا، وفي دول تانية بيتم إضافتها بالتدريج. لكن أغلب الدول العربية مش مدعومة بشكل كامل في البرنامج ده، وده السبب إن ناس كتير بتقولك التيك توك مش بيكسب. لكن الحقيقة هو بيكسب، بس مش بنفس الطريقة لكل الناس. طيب لو بلدك مش مدعومة تعمل إيه؟ هل كده خلاص مفيش ربح؟ لا طبعا. خليك فاهم إن المشاهدات نفسها كنز. ليه؟ لأن المشاهدات يعني زوار، والزوار يعني فرص ربح. خليني أقولك مثال بسيط. لو فيديو عندك جاب 300 ألف مشاهدة، حتى لو 1% بس ضغطوا على لينك في البايو، انت كده جالك حوالي 3000 زائر. تخيل بقى لو عندك فيديوهات كتير بتعمل نفس الرقم. وهنا بقى بنفهم ليه التيك توك قوي جدا. الميزة الأولى في التيك توك إن الانتشار فيه سريع، حتى لو الحساب جديد ممكن فيديو واحد ينتشر ويوصل لعدد كبير من الناس في وقت قصير جدا. الميزة التانية إن صناعة المحتوى سهلة، مش محتاج كاميرا احترافية ولا مونتاج معقد. أحياناً فيديو بسيط بالموبايل ممكن يجيب ملايين المشاهدات. الميزة الثالثة إن المحتوى قصير، يعني تقدر تنزل فيديوهات كتير بسرعة، وده بيزود فرص الانتشار. لكن خليني أقولك على أخطاء ناس كتير بتقع فيها. أول خطأ إنك تنزل محتوى عشوائي، مرة فيديو مضحك، مرة معلومة، مرة حاجة ملهاش علاقة. الخوارزمية بتحب الحسابات المتخصصة، اختار مجال واضح واشتغل فيه. تاني خطأ إنك تستسلم بسرعة، ناس كتير تنزل 10 فيديوهات ولما ما يلاقيش نتيجة تسيب الموضوع، مع إن في الحقيقة ممكن الفيديو رقم 15 أو 20 هو اللي ينتشر. تالت خطأ إنك مركز بس على المشاهدات، المهم مش المشاهدة، المهم الزائر اللي هيعمل خطوة بعد كده. وهنا بقى خليني أقولك على تركاية مهمة. التيك توك ممكن يتحول لمصدر زوار قوي جدا لأي مشروع أونلاين. ممكن تبعت الناس على موقع، قناة تليجرام، منتج، أو حتى لينك ربح. يعني ببساطة التيك توك يساوي ماكينة زوار. بالمناسبة لو وصلت لهنا يبقى انت كده ناوي تبدأ صح، فما تنساش تشترك في القناة وتديني لايك عشان أعرف إن المحتوى ده مفيد ليك. دلوقتي خلينا نتكلم بسرعة عن طرق الربح من التيك توك. أول طريقة الربح من المشاهدات، وده زي ما قلنا في دول معينة. تاني طريقة التسويق بالعمولة، يعني تروج لمنتج ولما حد يشتري تاخد عمولة. تالت طريقة بيع منتجاتك، سواء منتجات رقمية أو منتجات عادية. رابع طريقة الإعلانات والرعايات، لو حسابك كبر الشركات ممكن تدفع لك عشان تتكلم عن منتجاتها. خامس طريقة ودي طريقة ناس كتير شغالة بيها دلوقتي، إنك تستخدم التيك توك لجلب الزوار لللينكات، يعني فيديو بسيط وفي الآخر تقول للناس اللينك في البايو، والناس تدخل على اللينك، واللينك ده ممكن يكون عرض أو موقع بيحقق لك عمولة. وده بالظبط اللي بيخلي التيك توك مهم جدا في مجال اسمه الدايركت لينك. الدايركت لينك ببساطة إنك تبعت الزائر مباشرة لعرض معين، ولما يعمل خطوة بسيطة زي تسجيل أو تحميل تطبيق أنت تكسب عمولة. الميزة هنا إن الزائر مش محتاج يشتري حاجة،
وده بيخلي نسبة التحويل أعلى، يعني كل اللي محتاجه فعلا زوار. والتيك توك يعتبر واحد من أفضل الأماكن اللي تجيب منها الزوار دي. وقبل ما نختم الفيديو خليني أقولك حاجة بسرعة. لو حابب تتعلم المجال ده بشكل عملي، إحنا عاملين كورس كامل عن الربح من الدايركت لينك. في الكورس هتتعلم إزاي تسجل في المنصات الصح وتتجنب الحظر، وإزاي تعمل صفحة هبوط احترافية على بلوجر تخلي الزائر يضغط على اللينك. وكمان هتتعلم إزاي تنشئ بوت تليجرام يخدمك بشكل آلي ويستقبل الزوار ويحقق أرباح. وفي كمان أفضل النتشات المربحة وخطة واضحة توصلك لأول $100. الميزة كمان إن الكورس بيتم تحديثه باستمرار، وفي دعم فني يساعدك لو وقفت في أي خطوة. لو حابب تعرف التفاصيل هتلاقي الرابط في الوصف. وفي النهاية خليني أقولك الزتونة، التيك توك مش مجرد منصة فيديوهات، دي منصة زوار قوية جدا. لو فهمتها صح ممكن تبقى بداية حقيقية ليك في الربح من الإنترنت. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في قناة ابدأ صح، ونشوفك في فيديو جديد قريب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.